السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد، والفيديو ده بالنسبة لي فيديو مهم جدا، لأن في ناس كتير بتتلخبط فيه، بالذات الناس اللي بتسوق هنا في مصر، وهو أنواع اليوتيرن أو أنواع الملفات. أنا دلوقتي لو داخل على ملف فالمفروض ألف الملف دوت إزاي، وألف في أنهي حارة، وأطلع من أنهي حارة، بحيث إن أنا ما أعملش مشكلة ولا لنفسي ولا مشكله للناس اللي ماشيه في الشارع. ان انا عندي الملفات اللي موجوده في مصر بيبقى غالبا او اكثرهم يعني بيبقوا نوعين. بيبقى في نوع من الملفات ان وانت بتلف اليوتيرن بيبقى عامل لك سور جنبك بيحميك لغايه ما تطلع وتمشي في الحاره بتاعتك وتجري وتجمع سرعه، وبعد كده تقدر ان انت تطلع مع الناس في الشارع وتطلع بشكل كويس وتطلع بسرعه مناسبه لسرعه الطريق. ونوع يوتيرن تاني ان هو عباره عن فتحه بس في الرصيف، فانت المفروض تلف منه. طب انا لما هلف منه، الف منه في الحاره الشمال ولا الف منه في الحاره اليمين ولا الف منه في انهي حاره بالظبط؟ فتعالوا مع بعض نحاول ان احنا نلف من الملفين دول، ونشوف كل ملف المفروض نلف فيه ازاي ونلف في انهي حاره، بحيث ان احنا ولا نعمل مشكله لنفسنا ولا نعمل مشكله للناس اللي ماشيه في الطريق. انا دلوقتي ماشي بالعربيه بتاعتي ولقيت قدامي ملف زي ده ومحتاج ان انا الف منه. طيب تعالوا نخش كده مع بعض بالراحه ونشوف ازاي اقدر ان انا الف من الملف ده. والملف ده غالبا مش هتلاقيه غير على الطرق السريعه، يعني جوه البلد بنسبه كبيره مش هتلاقي ملف بالشكل ده. طيب انا لما جيت الف الملف ده لقيت ان هو جه هنا في قلب الملف، وقام جاي عامل لي سور بالشكل ده كده يحميني ويطلعني على الحاره الشمال. يبقى انا هنا اجباري لما اجي اطلع الملف دوت هطلع على الحاره الشمال، ما ينفعش اجي الف الملف دوت مثلا واقطع الطريق واروح في الحاره اليمين اللي هناك خالص. يبقى بص العربيه دي لما جه لف وطلع في الشمال ويقدر ان هو يجري ويجمع سرعه، وهو هنا حميه بالسور دوت كده، بحيث ان الناس اللي جايه في الطريق دي اصلا ما يجيش يخشوا في الحاره الشمال اللي هي هنا. يبقى انا دلوقتي وانا بلف ملف زي ده، انا هلف في انهي حاره؟ انا هلف هنا في الحاره الشمال زي العربيه اللي قدامي دي كده، واقدر ان انا اجري واجمع سرعه وبعد كده اطلع في نص الطريق. يبقى انا دلوقتي جيت اهوت طلعت هنا في الحاره الشمال وجيت جريت شويه، وبعد ما جريت اقدر بقى دلوقتي انا بقيت بجري بسرعه تقريبا مناسبه للطريق او سرعه قريبه من سرعه الناس، فاقدر دلوقتي ان انا اجي بقى في الحاره اليمين او اقدر ان انا اجي في الحاره اللي في النص، او على حسب الطريق ما يكون اقدر ان انا اجي في المكان اللي انا عايزه واقدر ان انا امشي فيه. نيجي دلوقتي عايزين نلف نفس اليوتيرن تاني، يعني يوتيرن شبهه بالظبط برضه عامل لي سور وبيحميني. فانا هنا ابتدي ان انا الف زي العربيات كلها سنه صغيره بالدركسيون، واقدر الف سنه 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 سنه، وبرضه هو هنا عامل السور الكبير ده عشان خاطر ما يطلعنيش في وسط العربيات او يحميني من العربيات اللي جايين بيجروا بسرعه جامده. فاجي هنا اطلع في الحاره الشمال اللي هو كده كده حاميني فيها، واقدر ان انا اجري شويه وبعد كده ادي اشاره مثلا، واقدر ان انا ادخل في وسط الشارع، او بمعنى اصح اقدر ان انا ادخل مع الناس، لان انا خلاص بقيت بجري بسرعه زيهم، سرعتي مش بطيئه قوي بالنسبه لهم، فهنا اقدر اجري وادخل في نص الطريق وانا مش عامل مشكله لحد خالص. نيجي بقى عندنا لتاني ملف، ودوت الخطر شويه، وده اللي انا عايزكم تركزوا فيه اكتر. وهو عندي الملف اللي احنا شايفينه دوت كده، هو بيبقى عباره عن فتحه بتبقى في نص الرصيف ما بين طريقين، وانا عايز الف دلوقتي وارجع من المكان ده. طبعا انا جيت هنا في شارع فاضي شويه نجرب فيه، وبعد كده نطلع على طريق سريع شويه او طريق زحمه شويه ونجرب فيه برده، ونشوف ازاي بقى ممكن ان انا الف من الملف ده. اول حاجه ان انا باجي اطلع واقف في نص الملف عشان ما اعملش مشكله ولا للطريق بتاعي ولا للطريق اللي جاي في وشي. انا دلوقتي طلعت اهو وجيت بصيت في المرايه الشمال، لقيت ان دلوقتي ما فيش حد جاي ورايا، فطلعت واديت اشاره وجيت وقفت في نص الملف. فانا دلوقتي واقف هنا اهو، ولا عامل مشكله للطريق اللي ورايا ولا عملت مشكله للطريق اللي قدامي. يعني لو في حد جاي بيجري من الطريق ده هيجي يقدر يعدي، ولو في حد جاي ورايا هيجي برده ويقدر يعدي. طيب انا بصيت على الطريق اللي جاي في وشي، هل في حد جاي دلوقتي في وشي؟ لا، مفيش حد جاي في وشي، فيبقى اقدر ان انا الف. بس الف في انهي حاره؟ الف في الحاره اليمين اللي هناك خالص ديت، عشان خاطر ابقى في الطريق البطيء، لان انا بلف اكيد سرعتي لسه بطيئه، فانا بلف هنا في الحاره اليمين دي واسيب الحاره الشمال دي كلها فاضيه، بحيث ان اي حد عايز يجي يعديني مثلا يقدر ان هو يجي ويعديني ويعدي مني وما اعملوش مشكله، لان انا اكيد وانا بلف انا سرعتي بطيئه. طب لو حد عايز يسابقني هو اسرع مني، فالمفروض بسيب له الحاره الشمال بحيث ان هو يقدر يعدي منها. فحتى دايما كده
في قاعده عندنا في السواقه، وهي ان هو يقول لك يمين على الضيق وشمال على الواسع. يعني ايه؟ يعني انت لو بتلف اي ملف يمين فلازم تلف في الحاره اليمين. طيب انا لو بلف اي ملف شمال يقول لك برضه لازم تلف في الحاره اليمين اللي هي بتبقى في اقصى الطريق اللي هناك. فدايما يقول لك كده يمين على الضيق والشمال ده بيكون على الواسع. فتعالوا نجرب دلوقتي. انا مثلا داخل الطريق ده، فباجي هنا على اول الشارع عشان شارع جانبي، وبهدي وببص على الناس اللي ماشيه في الشارع. ببص كده في حد جاي في اليمين، لقيت ان اليمين فاضي شويه، فبصيت هنا وجيت دخلت في اقصى الحاره اليمين. فاصبح ان كل الناس اللي جايه تعدي دي جايين يعدوا وانا مش عامل لهم مشكله خالص. طيب نسيبنا من دخلات الشوارع دلوقتي ونركز في اليوتيرن اللي احنا اصلا بنتكلم عليه. انا بقى عايز الف اليوتيرن الجاي ده، او عايز الف الملف اللي جاي ده. اديت اشاره، بصيت في المرايه لقيت ان مفيش حد قريب مني، فجيت دخلت ناحيه الملف اهو، وهقف جواه زي ما اتفقنا اهوت. جيت دخلت وقفت هنا. طيب بصيت الناحيه الثانيه، هل في حد جاي قريب مني؟ لا مفيش حد جاي قريب مني. فقمت جاي لافف 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 في الحاره اليمين خالص اللي هي هنا. يعني انا قطعت الشارع كله عشان ابقى في اليمين او ابقى في الطريق بطيء. فانا اجي اجري واجمع سرعه، بس مش مهم. اللي يهمني ان العربيات اللي جايه تعديني دي كلها جايين يعدوا ومفيش حتى حد بيزمر لي ولا اي حاجه، مع ان سرعتي بطيئه. بس انا لفيت في الحاره الصح او لفيت في المكان بتاعي الصح، فما عملتش اي مشكله لاي حد ماشي في الطريق. طبعا انا دلوقتي جيت جريت وجمعت سرعه وبقيت بسرعه مناسبه للشارع، فاقدر دلوقتي ان انا اطلع في نص الشارع براحتي او امشي في اي مكان زي ما انا عايز، بس ابقى ماشي بشكل كويس وسايب مكان طبعا لحد ان هو يعديني حتى لو سرعتي سريعه. حلو جدا. نيجي نلف كمان مره من اليوتيرن اللي جاي ده ونشوف نقدر نلف منه ازاي، زي ما لفينا من اللي فات كده بالظبط. واللي جاي ده زحمه شويه، بس انا ما يهمنيش. انا اديت اشاره شمال، دخلت وقفت في نص الملف، ولا عامل مشكله للناس اللي ورايا ولا عامل مشكله للناس اللي قدامي. اقدر الف دلوقتي؟ لا، انا بحاول ان انا استناهم قبل العربيه البيضاء دي. اقدر الف. لفيت في الطريق الواسع او في الحاره اليمين اللي هي الواسعه خالص، وبدات ان انا اعدل الدركسيون بتاعي بالراحه، وجيت كملت مشي. كل الناس اللي جايه تعديني قدرت ان هي تعديني بسهوله جدا. انا ما عملتش مشكله لاي حد ماشي في الطريق. اي حد اسرع مني وجاي عايز يعديني زي ما احنا شايفين في المرايه هيقدر يعديني بسهوله خالص. ليه؟ انا واخد حاره وسايب الحاره الشمال كلها، او سايب الطريق كله اصلا لاي حد عايز يعدي، فيقدر ان هو يعديني بسهوله. انا ما عملتش مشكله لحد خالص في الشارع. يبقى انا كده لفيت الملف ده ولفيت الملف ده، فلو دخلت في اي ملف بعد كده منهم هبقى عارف ان انا بلف ازاي وبلف في انهي حاره، واقدر الفه كمان بشكل كويس. طبعا لو في حاجه مش فاهمينها في النقطه ديت ممكن تبعتولي هنا في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك واشتراك. السلام عليكم.